انا رحت الكوافير، حطوا له مده ما اعرفهاش، قعدت اصوت واقول لها نفر راسي، تقول لي اللي هيقعد في راسك ساعه. انا طلعت من اللي في راسي، طلعت قعدت اصوت بره، والناس ايدت ليا قعدت تطبطب عليا واعيط. وشها اتحرق وشعرها ولع بسبب صالون تجميل، والعريس أول ما شافها اتخلى عنها وسابها. قصة مأساوية لعروسة فرحتها اتكسرت يوم زفافها. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل بالتفصيل. القصة حصلت لبنت في مدينة الإسماعيلية اسمها شيرين أبو العلا، عندها 22 سنة. كتبت كتابها وبعدها بيومين حجزت في صالون تجميل علشان تعمل ميك اب وشعرها يوم فرحها زيها زي أي عروسة. شيرين راحت لصالون تجميل يوم الفرح الصبح، وصاحبة الصالون قالت لها يلا يا عروسة اكشفي شعرك. وبعد ما شافت شعرها طلبت منها إنها تيجي تاني يوم علشان تعمل بروتين لشعرها. وتاني يوم راحت شيرين ومعاها جوزها للكوافيرة، والكوافيرة طلبت منها تغسل شعرها، وبعدها قامت وجابت طبق كبير ودهنت بيه شعرها. وبعد ما حصل كده شيرين اتفاجئت بعد الدهان لما حست إن في نار في راسها ورقبتها وودانها. بعدها شيرين بدأت تستنجد بالكوافيرة، بس الكوافيرة قالت لها روحي اغسلي شعرك في بيتكم. فضيقت كده وما رضتش تغسلي شعري في المحل، قالت لي روحي اغسليه في البيت. الكلام ده بقى انا قعدت نص ساعه، ما روحت بيني وبين البيت نص ساعه ولا ساعه. وقالت شيرين جوزي أخدني وروحنا البيت، ووالدتي طلبت مني دخول الحمام لتجهيزي للعريس، ولكني اتفاجئت بتساقط شعري لما غسلته، وحسيت بنار في فروة راسي وودني ورقبتي. وأول ما جوزي شافني كده سابني وهرب. أما عن والد العروسة المتضررة فقال إنه اتفاجئ ليلة زفاف بنته بتساقط شعرها بالكامل، مما أدى لإصابتها بحالة نفسية سيئة، وده بسبب إصابتها بحروق بالغة بمنطقة الرأس والأذن. وقال كمان إن زوج بنته ما تممش مراسم الزفاف، بالعكس هرب هو وأهله بعد اللي حصل لبنته في صالون التجميل. وأكد كمان إنه قام باصطحاب بنته لمقر مركز الشرطة لتحرير محضر ضد صاحبة صالون التجميل واللي اسمها نهى وعندها 35 سنة. الإجراءات القانونية وعملت محضر في الاسم باتهام الكوافير، لأن هي اللي قدامي حاليا الوقت. أنا ما اتهمتش العريس ولا اتهمت حد في الوقت اللي هو كان في الحال. ما اتهمتش الا الكوافير، لأن هي اللي قدامي، هي اللي حطت المادة وهي اللي عملت في بنتي كده. وقال كمان والد الضحية إنه عرض بنته على عدد من الأطباء لإجراء فحوصات طبية ليها والعمل على شفائها من الحروق اللي أدت لتساقط شعرها وتآكل جلدها، وقال إن العلاج هياخد وقت كبير. وطالب والد الضحية بأخذ حق بنته ممن ظلموها وأفسدوا عليها فرحتها بالزفاف وقاموا بتشويهها. ونجحت فعلا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة الأنطرة شرق في القبض على صاحبة صالون التجميل بمركز مدينة الأنطرة شرق، وده بعد ما تسببت في تشويه عروس ليلة زفافها، وتم عرضها على النيابة العامة اللي قررت إخلاء سبيلها بضمان مالي.